تحت كده ارتب الدنيا وخليت الدنيا زي الفل، بس للاسف النور قطع وانا بنضف، فالاضاءه وحشه خالص، ما عرفتش ان انا اصور لكم. فان شاء الله باذن الله في الفيديو اللي جاي، بس قلت ما ينفعش الفيديو يخلص من غير ما تشوفوا الجنينه، لقطات كده بسيطه. قلت كده اجيب كام ليمونه من هنا يا رب الاقي، علشان ادوار البرد اللي احنا فيها والاولاد اللي كل شويه تعطس وتكح. يا رب بس الاقي ايه فيها ليمونه او اتنين كده. شد حيلكم معايا كده في اللايكات وفي الكومنتات علشان القناه تترفع. خلاص قربت ايأس وقربت اسيب القناه خالص. كل ما تشجع كده والاقي فيديو اترفع، يعني جاب لي 1000 مشاهده او 1500 مشاهده، اقول اهو يا مسهل بدأنا على خير. لكن اول ما بلاقي المشاهدات قلت تاني، والله انا عارفه ان اليوتيوب محتاج تغيير باستمرار، عارفه ان هو محتاج عناوين تجذب حاجات كده، لكن انا ده روتيني، دي حياتي ودي دنيتي. فلو انتوا حابين على كده شجعوني واضغطوا لايك، لكن لو حسيت ان القناه لسه ما زالت المشاهدات بتاعتها كده، يعني مش عارفه، ممكن اوقف تصوير، ممكن ما اكملش تاني. فشجعوني بلايك كده علشان القناه تكبر بيكم معاكم حبيباتي. كده مسحت المكتب وحشت كل اللي عليه وخليته نضيف معايا وزي الفل. وجيت هنا مسحت الترابيزه كويس خالص ولميت الكراسي كلها كده على جنب، وشلت السجاده من الارض. شوف التراب اللي تحت السجاده والورق، لان هنا بناكل والعيال ايه مكان ما بتوقع حاجات وكده. وهنا السجاده دي زي ما انتم شايفينها بالمنظر المقرف ده. هشيل السجاده. وشوفوا دي كمية الغسيل كلها اللي انا لميتها، اللي في الارض ده ورق واقع من التوت، وده طشت كده بحط فيه العيش الناشف علشان بخليه للفراخ، بنشفه كده في البلكونه واخليه للفراخ. وبرده كده غسيل مغسول ده المفارش بتاعه الكنب اللي تحت كده غسلتها علشان باذن الله بكره انا بكره افرشها باذن الله على الكنب. شوفوا خلاص، يعني احنا دلوقتي الساعه 10 بالليل، ما صدقت ابني كده نام وقلت ايه اتوكل على الله فرصه وابدا ان انا انضف في الشقه. هتقولوا لي التراب ده جه منين؟ انا ما اعرفش، يعني احنا هنا في ارياف فبتلاقوا التراب، يعني بصوا كل اللي طالع من على السلم وكده هما طبعا بيقلعوا الجزم والشباشب قدام الباب، ولما بيجوا من المدرسه ما اكدبش عليكم بيرموا كل حاجه في مكانها. بس التراب طبعا مكان ما، يعني انا ما عنديش مكنسه كهربائيه، فعندي متعذبه في التراب بيلم سجاد كتير وبفضل انفضه في الارض، فبينزل كميه التراب دي كلها. برضو هنا عند الأوضة بتاعة الأطفال زي ما انتم شايفين، ابن صغير كان قاعد هنا وهدوم مرمية وترابيزات عايزة تتمسح، وعلى طول 24 ساعة مشغلين الكرتون زي ما انتم شايفين. صباح الخير حبيباتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وبأحسن صحة وبأحسن حال. النهاردة روتين يوم جديد كده. صحينا قلت اول حاجة اشيل اول ما بصحى على طول طبعا اولادي عملت لهم السندوتشات وراحوا المدرسة، ولسه ثبت الهدوم موجود كده من امبارح ما طبقتوه زي ما هو سايباه في البلكونة. وكمان هشيل الفرشة بتاعت الكنب دي علشان بإذن الله انضف الدنيا تحت.
منضفاها من امبارح. الارض ممسوحه والامور تمام وزي الفل، بس طبعا اولادي هما بيتوضوا وهما طالعين رايحين المدرسه بيطلعوا بالشبشب قدام الباب، فبيعدوا على الارض. طبعا لان انا مفرشتهاش من امبارح فالارض بدات ان هي تتوسخ تاني. هعيد عليها كده بالشرشوبه مرتين 3 وبعد كده هفرش باذن الله. بس يعني الحمد لله الدنيا الى حد ما مترتبه معايا ونظيفه، احسن طبعا من امبارح والمناظر اللي شفتها امبارح. دخلت كده على المطبخ برضو، يعني انا بعد ما نظفت وظبطت الدنيا امبارح المواعين زي ما هي كانت بايته من امبارح فما عملتهاش حاجه، وبرضو ما كنتش غسلت البوتاجاز معاكم امبارح، كنت غسلت المواعين بس ما غسلتش البوتاجاز علشان كنت هعمل عليه حاجات تاني، وقلت بعد ما اخلص قبل ما انام اغسله. بيني وبينكم تعبت كده وكسلت ودخلت نمت مع ابني الصغير وسبته للصبح. قلت مش مشكله هلم المواعين دي كلها واحطها في مكانها وبعد كده ابقى اغسل البوتاجاز بعد ما اعمل كوبايه الشاي بلبن ممكن تفور منه الصبح، فبالمره بقى بدل ما اغسله تاني. والحوض معايا نضيف وزي الفل وما فيهوش اي مواعين من امبارح. صباحكم حبيباتي زي الفل، على عيونكم يا رب العالمين. هظبط كده المواعين كل حاجه في مكانها. الاطباق المطبقيه دي كده عندي نفعني جدا، المطبقيه دي حبيت لو حابين تجيبوها هاتوها، كويسه جدا بتوفر عليا المكان وسهله قريبه قدامي ان انا احط فيها الكبابي والاطباق وكده.
دخلت كده الحمام اتوضيت الحمد لله، وجبت الصابونه الاول غسلت وشي كويس خالص. بصي ولا غسول ولا الكلام ده كله، وشويه ميه سخنين وصابونه والحمد لله زي الفل. احنا الحمد لله ايه بشرتنا كده نظيفه من غير غسول ولا خير، الحمد لله. احنا بشرتنا نظيفه بخير البلد اللي بناكلها يعني من السمن البلد وكده، مش محتاجين غسول ولا غيره. هنا كده قلت اعمل فطار، اعمل كوبايه شاي بلبن. بص هو الشاي بلبن ناس كتير بتعمله بطرق مختلفه، في ناس بتغلي اللبن وبتغلي الشاي وبعد كده تحطهم الاتنين مع بعض، وفي ناس بتغلي اللبن وبعد ما بتغلي اللبن بتدوب فيه معلقه الشاي كده ناشف زي ما انا بعمل. انا زي ما هو كده بحط معلقه شاي على اللبن قبل ما يتغلي، بيكون يعني غلياه بس حطاه في التلاجة وبحطهم على البوتاجاز بيغلوا هما الاتنين مع بعض، وبعد كده ايه بشربه. طبعا كل واحد وطريقته حسب ما يحب ان هو يعمل الشاي بلبن، مع انه بيوطي الضغط عليا اول ما بصحى، بس بحبه قوي بس هو انا باكل صبع واحد بس، حاطه التاني يعني معاكم كده في التصوير، ولربما يعني المعده تشتغل شويه واكل الاتنين حبيباتي، في ناس سالتني اسماء انت وزنك كام؟ بصوا هو يعني انا والده جديد، يعني قبل الولاده كنت 75، طولي 160، بس دلوقتي انا من الناس اللي وزنها بينزل جدا جدا في الرضاعه. يعني انا ممكن دلوقتي مثلا اكون وصلت ل70، اقل من 70 الله اعلم، وبنزل خالص. يعني ممكن في الرضاعه اوصل ل60 كيلو 65 كيلو، اللي هو ايه رجيم طبيعي الحمد لله. انا اوقات والله لما احس ان وزني زاد جدا وانا مش عارفه اسيطر عليه بحمل وارضع علشان وزني ينزل، لاني انا عارفه نفسي في الرضاعه بخس جدا جدا. ايه اللي على البوتاجاز ده يا جماعه؟ ده مش وسخ، ده لزق. انا كنت لازقه لزق بتاع اللي هو الخاميه بتاعه رمضان، وللاسف فضلت اغسل فيه كتير جدا، وحطيت باور وحطيت سترس والكلام ده كله، للاسف مرضيش يطلع لزقه يعني. والله لغايه ايديا وقفت ودراعي وقف وهو لزقه. ان شاء الله باذن الله البوتاجاز كله على بعضه كده توتال هيتغير باذن الله. نسيب بقى الشاي بلبن يغلي كده مع نفسه، ونروح نشوف ابني الصغير، اغير له البامبرز واشطفه ونغير له هدومه ونفطر، ونشوف يومنا باذن الله هيكمل بايه والايه باذن الله. خليكم معايا بس يا ريت حبايباتي ما تنسونوش في اللايك، يا ريت يا ريت يا ريت. يعني دايما بفكركم اللايك هو لو فعلا انتوا بتحبوني وعايزين قناتي تكبر، يا ريت ما تنسوش اللايك. اللايك مش هيخسركم حاجه، بس هيرفع قناتي انا ويخلي القناه تكبر شويه وتشتغل. الشاي كده بلبن غلي معايا. انا بحلي الشاي بلبن بالعسل النحل، ما بحلوش بالسكر. انا ببص على الكاميرا ما ببصش على الكوبايه فدلقت عليه، مش مشكله، هنغسلها ونخليها زي الفل. بصوا كوبايه الشاي بلبن والقهوه عندي مزاج عالي عالي يعني. ناخد الشاي بلبن بقى ونروح فين؟ على اكتر مكان انا بحبه وبحب افطر فيه. هنا كنت فارشه السجاده دي بتاعه الاوضه علشان انفضها وافرشها تاني بعد ما مسحت امبارح. بصوا المتعه عندي والاستمتاع ان انا افطر في المكان ده. يا سلام والله ما اقولكوش، الجو حلو قوي، في سنه سقعه كده على الصبح بس مش مشكله، انا كده كده خلاص شديت ولابسه تقيل. فباخد كده فطاري واجيب كرسي كده واقعد هنا. صوت العصافير بقى، زقزقه العصافير
شاء الله كده افطر، وبعد كده نشوف يومنا هيكمل ازاي. انا بصوا بصور معاكم كل الاحداث من غير ما اعرف ولا اخطط لها ولا ادبر لها، كالعاده زي ما انتوا عارفيني، اللي هو كل حاجه بعملها معاكم زي ما بعملها في روتين يومي وبصورها. لكن انا اقول لكم بعد 5 دقايق انا هعمل ايه انا ما اعرفش. غير ان انا طبعا هنزل افطر الفراخ على طول والحمام اول ما افطر على طول باذن الله. انا طبعا ما هتقولوا لي انت اكلت وما اكلتش الفراخ، لا يا حبيباتي، انا اولا الفراخ ببقى دلوقتي عامله لهم عشه كده صغيره بيباتوا فيها، لان الجو بيكون في الوقت ده برد، فبطلعهم متاخر شويه علشان الشمس وكده. والحمام الغله عندهم دايما موجوده، بس انا بغير لهم الميه بس. فهفطر كده باذن الله ونشوف بعد كده يومنا هيكمل على ايه. بص دي الشجره دي اصلا عند البلكونه عندي، يعني بص واخده زاويه البلكونه كده عندي لغايه الارض تحت، تمام زي ما انتوا شايفينها معايا. الناحيه التانية بقى يعني انا واقفه كده، الناحيه التانية اللي هي كده جوه في البلكونه التوته دي ده واخده، وكمان مقفله للدور التالت اللي هو شقه سلك فوق. التوته دي بقى ايه مزروعه جوه البيت مش بره، يعني الشجره مزروعه بره البيت لكن التوته دي مزروعه جوه البيت، فاللي هو ايه محوط عليا من الناحيتين، من هنا شجره ومن هنا توته. ونبص الحته دي بس اللي باينه من البلكونه، والباقي كله مقفول كده من الشجرتين عندي. سلام بقى كده لما تنضفي وتفرشي وتشغلي كده المروحه علشان تنشف الارض، تحسي كده يا سلام. النظافه حلوه والله الحمد لله. فرشت كده، وانا طبعا عندي سجاد جديد، بس انا بيني وبينكم كده بفرشه في المناسبات بس، لكن السجاده دي كده قديمه عندي شويه، بسيبها تاخد الهلك كده بتاع ايه الرجلين والكلام ده كله. لكن لما يكون مثلا في ضيوف او في مناسبه او كده، عندي سجاد حطاه هنا كده فوق النيش، وبخليه يعني حاجه زي كده. هنا كده هفك الستاره دي، لان المكان ده عباره كده عن ارض في ستارتين، بس انا ربطتها علشان كنت بمسح. كده الدنيا بقت معايا تمام وزي الفل، والمطبخ نظيف والحمد لله. الشقة عنده خليتها زي الفل، وقلت بالمرة وانا واقفة كل الهدوم اللي كانت في السبت طبقتها، المفارش مع بعض والفوط وهدومي والطرح وهدوم ابني الصغير وشاش المخدات وهدوم ابني الوسطاني وهدوم ابني الكبير وهدوم زوجي. والحمد لله كده ايه باخد صف صف كده، وعارفه كل مكان حد في اولادي وبحط له هدومهم في مكانهم، بيسهل عليا خالص. وثبت الغسيل فضي، وشكلها كده الدنيا هتمطر لان الشمس غيمت خالص، والجو كده ايه بدأ يتغير، فشكلها كده هتمطر. كانت عندي كمية رز كبيرة، كنت كل مثلا ما بفتح كيس واحط الباقي في التربو الاقيه اتدلق مني لما اجي اجيب حاجه. فكان عندي كده برطمانات ازاز، انا ما عنديش اللي هي العلب التخزين بتاعه التوابل، بس كل حاجه ماشي حالها. خلاص انا ما جبتش علب تخزين مش مشكله، اجيب عادي عندي علب زي كده اللي هي بتاعه الصلصه، وعلب اللي هي بتكون فاضيه منها السمنه بغسلها وبشيلها زي ما هي. فهنا رحت ايه فضيتهم كده وغسلتهم وحطيت فيهم الرز. دي كده كانت عندي شويه رز فايضين وما كملوش في العلبه هنا، فرحت كان عندي شعريه، وكده كده معروفه ان الرز 90% بيتعمل بيها شعريه، الا اذا انا ايه حمرت شويه شعريه كده باللبن لاولادي، وده بيكون نادرا. فكملت بيه البرطمان كده، وعبيت 6 برطمانات من الرز كده، هرصهم في التربو اخد زي ما انا عايزه، وهقفل العلبه، وكده هتكون معايا العلبه كويسه ما فيهاش اي حاجه، بدل ما انا كل شويه التربو عندي افتح كيس المكرونه اتنيه كده من فوق واقفله، وبعد كده اجي اجيب حاجه يروح مدلوق مني. فكده بالنسبه لي احسن واوفر. انا علشان كده بخلي اي برطمان مربى برطمان صلصه بخليه على طول وبشيله لحاجه زي كده.